انا جايه احذرك واقولك لو شفت الكيكه دي في اي مكان اوعي تعمليها لاولادك، عشان انت لو عملتها لهم مره هيطلبوها منك كل يوم. كيكه هشه وطريه وبتدوب في البق دوب، واوعدك انها هتخلص في نفس اليوم ومش هيتبقى منها ولا فتفوته. كيكه الحليب التركيه او التريليتشيا كيكه بجد تحفه، وكلمه تحفه شويه عليها. اول حاجه بنحضر صوص الكراميل في طاسه او كسرونه على النار، ويفضل طبعا تستخدمي حاجه عميقه. وبحط كوبايه من السكر وبرفع الكسرونه على النار، وبعد كده بجيب كوبايه الا ربع من اللبن الحليب، بحط عليها معلقتين كبار من الكريم شانتيه وهدخله الميكرويف بس يتسخن معايا. بعد كده الكراميل هنا بيكون على حراره عاليه، مع مراعاه ان انا اخد بالي منه. بحرك الكسرونه كده، ولما يبتدي يسيح من الجناب ببتدي اقلبه. ما تقلبوش خالص الا لما يبتدي يسيح كده ويلون من الجناب. ايدك ما تسهيش عنه خالص، لان الكراميل بيتحرق بسرعه جدا، وان اتحرق هيمرر معاكي الوصفه كلها. الحرارة بتكون عالية، وبقلب باستمرار لحد ما يدوب وياخد اللون الذهبي ده. لو انتي مش هتعرفي تاخدي بالك منه هدي النار شوية علشان ما يتحرقش منك. بعد كده بضيف مكعب زبدة كبير شوية، يعني قد معلقتين مثلا كبار زبدة كده. بدوب الزبدة مع الكراميل لحد ما تسيح خالص. باضيف بقى خليط اللبن والكريم شانتيه اللي احنا دفيناه في الميكروويف، بيكون سخن ما بيكونش ساقع علشان الكراميل ما يكتلش مننا. بعد كده باهدّي النار وبابتدي أقلّب لحد ما الكراميل يسيح ويفُك تاني، وبيرجع بالقوام اللي أنتم شايفينه ده. آخر حاجة بقى باضيف رشة ملح صغيّرة، دي اللي بتضبط الطعم وبتدّينا النكهة بتاعة الكراميل الحلوة. بعد كده باخده بقى في أي بولة تانية، بانقله في بولة تانية أو في دورق، وباضربه ضربتين بالهاند بلندر علشان يبقى ناعم معايا بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده. باضربه عادي وهو سخن ما فيش أي مشكلة، وممكن طبعًا تحطيه في الخلاط وتضربيه ضربتين، وبنسيبه بعد كده يبرد في حرارة المطبخ. وهاجيب بقى الصينية أو القالب اللي أنا هاعمل فيه الكيك، بادهنه دهنة زيت وبابطّنه بورق الزبدة. القالب ده تقريبًا مقاس 30 في 25 تقريبًا، يعني على ما أتذكر. المقادير دي تنفع في صينية مقاس 28 أو صينية مقاس 30، وهتبقى حلوة جدًا معاكِ. هاشيل القالب على جنب، وهاجيب بولة دلوقتي باحط فيها 5 بيضات. البيض ضروري يكون بدرجة حرارة المطبخ. باحط عليه معلقة صغيرة من الفانيليا وكوباية من السكر، وباضرب كويس جدًا بالمضرب الكهربائي لحد ما أوصل للقوام ده. إحنا هنعمل كيك إسفنجي، فلازم يتضرب لمدة ما تقلش عن 10 دقايق لحد ما أوصل للمرحلة دي، إن الخليط بتاع الكيك يكون لونه فاتح وهاشش وقوامه متضاعف. باحط له بعد كده ربع كوباية زيت، وباقلب تقليبة، وباشيل المضرب دلوقتي على جنب. وهاجيب كوباية ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات، وعليهم معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وطبعًا ما ننساش رشة الملح. ما باضيفش الدقيق كله مرة واحدة، ضفت أول كوباية وباقلب لحد ما تختفي، وبارجع أضيف باقي الدقيق اللي عندي. كل الدقيق اللي استخدمته كوباية ونص، ولازم طبعًا الدقيق يتنخل كويس. التقليب بيكون في اتجاه واحد، والضرب كمان في المضرب يكون في اتجاه واحد، علشان نحافظ على الهوا اللي دخلناه، لأن ده اللي هيدينا القوام الهشش بتاع الكيك الإسفنجي. التقليب بيكون بمعلقة خشب أو معلقة سيليكون، وبيكون في اتجاه واحد دايرة وقطر كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. باصُب بقى خليط الكيك في الصينية، وبعد كده باجيب بقى خِلّة أسنان أو stick من بتاعة الشيش طاووق، وابتدي إن أنا أمشّيها كده في الكيك علشان لو في أي فقاعات هوا زيادة بتخرج. وباخبط الكيك خبطتين في الرخامة، وبندخّل الكيك فرن مسخّن مسبقًا على درجة حرارة 170 في الرف الأوسط. بياخد بالضبط من 30 ل35 دقيقة. ما تزوّديش الحرارة ل180 علشان ما يتحرقش منِّك. أنا الفرن بتاعي حامي وكنت حاطاه على 180 ورجعت نزّلت الحرارة ل170. هنحضّر دلوقتي بقى تشريبة الحليب. المفروض بتحط 3 أنواع من الحليب: اللبن الحليب العادي، واللبن المكثّف، واللبن المبخّر. لكن طبعًا إحنا هنعمله باللبن الحليب بس، مش هاحط عليه أي حاجة تانية، ويمشي الحال ما فيش أي مشكلة. حطيت بس عليه 3 معالق كبار سُكّر، وكمية الحليب بتاعة التشريبة 4 كوبايات، يعني تقريبًا لتر حليب، وما تقلليش عن كده علشان الكيك محتاج يشرب لبن كتير. ده صوص الكراميل هنا كان تقل، فطبعًا هادخّله بس الميكروويف يسخن بس 30 ثانية علشان أعرف أصُبّه على الكيك. هنا الكيك بعد ما بِرِد تمامًا، أنا شِلت الطبقة اللي فوق دي وسِبته بنفس وضعه. ممكن تقلبيه على الجهة التانية، بس عشان القالب بتاعي ده مش مضبوط من تحت، يعني الارتفاع بتاعه من تحت مش زي فوق، فسِبته على نفس الاتجاه وسقيته باللبن وشيلته على جنب. بعد كده هاجيب بقى كوباية من الكريم شانتيه، عليها كوباية وربع من المَيّة الساقعة المتلجة، وعليها كمان ربع كوباية من السكر. يُفضّل طبعًا تستخدمي سكر بودرة، بس أنا كان عندي سكر حبيبات. قلّبت كويس الأول لحد ما داب السكر، وبعد كده شغّلت المضرب وضربت الكريمة لحد ما بقت عندي بالقوام ده. بافردها على الكيك، وضروري لمّا أفردها على الكيك، الكيك يكون بارد تمامًا علشان ما يسيّحش الكريم شانتيه عندي. هنا صوص الكراميل بعد ما دوّبته في الميكروويف 30 ثانية قوامه رجع خَف تاني. باوزّعه على الكيكة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. طبعًا إحنا مش هنستخدم كل الصوص الكراميل اللي إحنا عملناه، أنا استخدمت تقريبًا نُص الكمية بس، وكنت سايبة شوية كريم شانتيه على جنب من اللي إحنا خفقناه. حطيتهم في كيس حلواني، وابتديت إن أنا أعمل خطوط كده بالكريم شانتيه، وبخلة بقى وstick من بتاعة الشيش طاووق باعمل خطوط رايح جاي كده، بتدّينا الشكل الزجزاجي اللي أنتم شايفينه ده.
المفروض بقى تدخّليها التلاجة كده ساعة والّا حاجة قبل الأكل، بس أنا بصراحة ما قدرتش أستنى عليها، وقطّعت وكلت منها على طول. عاوزة أقول لكم إنها طعمها في حتّة تانية خالص. جرّبوها بطريقتي وربنا يحسن ما بين إيديكم.